مرة جالي عيان وزنه كان حوالي 300 كيلو، قال لي إن هو راح لجراح سمنة، ولما جه ميعاد العملية قال له أصل الدباسة بتاعتك اتمسكت في الجمرك فهنضطر نأجلها. لحد ما في آخر أتاري الدكتور كان عايز يعتذر أصلا عن عمل. حتى الكل اللي وافقت إنها تعمل له العملية كانت بتطلب مبالغ ضخمة جدا جدا جدا. انا كان فوقيا 3 انفار تاني غير انا. هي دي الناس اللي محتاجة فعلا العمليات بتاعتنا. يعني هو وصل لوزن ان ما عادش فيه في العالم كله زي حالته غير 10 20 واحد. الحمد لله انا كنت 300 كيلو، والله اعلم الميزان كمان كان اكتر، يعني الميزان كان يعني ما يكملش الميزان بتاعي. انت وصلنا لوزن ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي 113 115 تقريبا فاكتر من كده. 270 كيلو نزول. يعني ممكن لو نزلت شويه ما بعرفش امشي. يعني انت خسيت كل ده بتكميم الحمد طبيعي. لله. انا الحمد لله. دلوقتي انا كنت فين وبقيت فين، دلوقتي الحمد لله بشتغل وبتحرك عشان خاطر عيالي. ايه اكتر حاجة كانت تعباك في السمنة المفرطة يعني؟ اولا ما فيش نفس، اه. ثانيا ما فيش حركه. مم. ممكن التوك توك اللي بيركب اي حد كان بيخاف يركبني يقول للمساعدين. انت النهارده بعد 3 سنين من عملية، احكي لنا كده يومك بقى عامل ازاي؟ يعني انت بتاكل ايه، بتشرب ايه، حجم معدتك وصل لايه؟ انا ما فيش حيل ارجع تاني اللي كنت انا فيه. الناس دايما بتفكر وبتخاف من مشكلة التوهلات. حتى اللي شفنا ان انت مش عامل عمليه. انا عرفت ان انت بعد سنة ونص من عملية ربنا رزقك بمولود جديد. انا الحمد لله معايا انا دلوقتي. ايه اكتر حاجة انت مفتقدها بعد عملية التكميم عن حياتك بقى ايام السمنة وقبل العملية؟ مكرونه بشاميل. ايه اكتر حاجة انت فرحت بيها او استفدت منها بعد عمليات السمنة؟ الشغل والحركه وبعرف اروح واجي. لو انت تعرف حد وزنه عالي، وزنه 150، وزنه 200، وزنه 300، انت تنصحه يعمل عملية؟ اكيد طبعا، عشان انا حسيت بالاحساس بتاعه الاول. اكيد في الطريق مثلا فكرت تعمل دايت، فكرت تاخد ادوية تخسيس، فكرت تعمل حاجة؟ عملت دايت، يعني خسيت كيلو ورجعت 3 كيلو تاني. طيب جربت مثلا ادوية او ركبت اجهزة، او لما كنت تروح الدكاترة كنت بتعمل ايه؟ انا ابر ثانوي، قلت له ماشي يلا بينا، بس والله ما نزلت حتى ثواني من النبض ولا حتى قللت مثلا ولا اي الجوع؟ هو حاجه. قالك ان هي هتقلل الشهية وكده وما فيش اي حاجة حصلت مفيش له؟ اي حاجه. انت شايف ان نسبة الخطورة قصاد انك تكمل حياتك بمرض السمنة، شايف انهي كفة افضل؟ ما عملتهاش ميت، عملتها الحمد لله ربنا كرمني.